يا هلا بالصقارين وهواة الجوارح في مصر والوطن العربي كله، اهلا بيكم في يوم جديد ومغامره جديده. وزي ما انتم شايفين كده قدامكم بشاير الموسم وطير جارح جديد في المكان، وده بدايه ظهور الحدايات او الطيور الجارحه في ارض التدريب. حد كان سألني ليه بتفك اعصار تحت وتسيبها تطلع الجبل ومش بتاخدها معاك وانت طالع. والإجابة على السؤال ده إن طيران الطير من مكان منخفض لمكان عالي بيقوي أجنحته ويرفع لياقته. وعلى فكرة كل حاجة بنعملها في التدريب بيكون ليها هدف وميزة للطير، وإن شاء الله هنشارك معاكم أسرار التدريب كلها خطوة بخطوة، فتابعوا معانا. اجري بقى يا ريس. النهارده مش هنشتغل على رفع لياقة إعصار بس، لا ده احنا هنشتغل على رفع لياقة مهدي هو كمان، وإن شاء الله الاتنين يوصلوا للياقة حلوة في الموسم. اطلع. داري بس شوية. داري اهو. طبعا اعصار بالنسبه لها نزول الجبل تحويم، لكن احنا النهارده مش عايزين نشتغل تحويم، احنا عايزين نشتغل دعو بس، فهنشتغل مسافات كبيره زي ما هنشوف النهارده. ولكن انا سبتها بس ايه تحوم مرتين ثلاثه كده فرحه يعني وبعدين هنبدا ايه نشتغل دعو ان شاء الله. الله 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 الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. مفيش حاجه، مفيش حاجه، ايه اللي مفيهاش حاجه اهو. مهدي اللي معاه الدس على فكره، ده اللي معاه الدس. هنا كنت بسلم مهدي تسليم اهالي زي ما انتم شايفين كده عشان تهجم عليه وتبطل تهجم عليا انا. ليه؟ طبعا مهدي اول ما شاف اعصار هجمت عليا وانا بصورها قلق ومرضيش ان هو يدربها، قال لي لا مش هدرب كمل انت. وهنا كان بيسلمني الشنطه والدس عشان ادربها انا، وهو مرضيش يدربها خالص. ولكن انا هدربها مرتين ثلاثه كده في الاول وبعدين هخليه هو اللي يكمل ايه تدريب معاها.
حاسب كده، حاسب كده، حاسبي كده، مشوني كده بقى عشان آه. من الناحية التانية اهو يا بلا امشي كده من هنا، لا حل عليه من هناك. حمادي ما يتفتش، اللي يريحك الحته العاليه دي. هنا كنت بشرح لمهدي هنعمل ايه في تدريب الدعوة الطويل عشان هو اللي هيكمل تدريب مع اعصار ان شاء الله. فاهم؟ طبعا بترجع هنا تروح انت تلعبها تاني وهكذا. تمام. ربنا يستر، ربنا يستر. النهارده يا خطفتني، هي خطفتك وطارت. مش هقول مفاجآت النهارده، مفاجآت. ربنا يستر، ادعوا لي. بالعكس انت وريهولي عشان تشوفه يفيدك، عشان تشوف ان معاك اكل. بما ان مشوار مهدي لسه طويل فهستغل الوقت ده واقول لكم ان قدرت بفضل الله اجمع لكم كل اسئله الهواة الجدد اللي حابين يدخلوا الهوايه جديد وعايزين يتعلموا قبل ما يدخلوا عشان ما يؤذوش نفسهم او يؤذوا الطير اللي معاهم. وان شاء الله هطلع لايف على اليوتيوب واجاوبكم على كل الاسئله دي. ولو حد عنده اي سؤال يكتبه في التعليقات ونجاوب عليه بالمره، واختاروا اليوم اللي تكونوا فاضيين فيه عشان نحضر لايف كلنا مع بعض، واكتبوا لي في التعليقات. وزي ما انتم شايفين كده المسافة ما شاء الله كبيرة جدا جدا، ولكن رغم كده الا ان اعصار هتتحرك من مكانها قبل ما مهدي يدعيها او حتى يوصل للمكان اللي المفروض يدعيها فيه. تابعوا معانا عشان تشوفوا. خلي بالك. ما تنسوش بقى تدعوا لنا بالبركة وتصلوا على النبي. هنا اعصار كانت راجعة من مكانها، هتطلع تقف على التبة العالية دي، وبعدين مهدي هيرجع برضو مكان ما بيدعيها تاني وهيجرب يدعيها كمان مرة. ايوه الله ينور عليك.
ما شاء الله اللهم بارك. شايفين الاستجابة مجرد ما سمعت الصفارة اتحركت من مكانها بدون أي تفكير. هي جاية اهي. انا بطلع انا بنزل. وبكده يا شباب نكون خلصنا تدريب النهارده ووصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس، والأهم من كل ده إنك تصلي على النبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.